صباح الخير على أحلى مشتركات على قلبي. وش راكم البنات؟ وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، مرحبا بكم في الروتين جديد. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم روتين متنوع إن شاء الله يعجبكم. هنا بديتكم البنات عالصباح بالكسرة والعدس اللي كنت درتهم. جا في خاطري العدس، قلت خلي نديرو للغداء ودرت معاكم كسيرة الله الله. وهنا رجعت بديت بالتنظيفات. راح نشارك معاكم البنات تنظيفات لي يعني اللي ندير فيهم. ان شاء الله الايامات الجايه البنات عندي تغييرات في الصالون، وعندي تغييرات في بيت القعاد ان شاء الله نشاركها مع خواتاتي. بديت البنات باش نشطكم، رحت للصالون حليت تيق تتهوى البنات وجيت هنا للصالون. تشوفوا الاولاد كيفاه يعني خربشوا لي الطابلة وليت مسحتها البنات. زدت رجعت هنا لطابل باز البنات، زدت طابل تيفي البنات ماشي طابل باز. زدت مسحتها كاملة يعني بالمنظف تاع بريلكس البنات هايل للتنظيف. هنا رجعت كل حاجة لبلاصتها. وشوفوا هنا كيف الولاد قطعوا لي الكاغط هذا اللي كان تاع الصبغة البنات. هنا رجعت كل حاجة لبلاصتها وجيت نهديكم الباقة تاع الورد ان شاء الله يجعل اياماتكم كل ورود. هذه هي البنات، حبيت نشارك معاكم يوم من يومياتي باش تتنشطوا وتنوضوا معايا في بيتي البسيط اللي نعتبره مملكتي الخاصة. ان شاء الله يعجبكم البنات الفيديو هذا. وهنا بعد ما رجعت كل حاجة لبلاصتها قفلت دايما الطاقة على السخانة. الله المستعان وربي أجلنا من النار. شوفوا البنات هنا كنت العشوة هذيك خرجت، رحت ضربت جولة هكا في المحلات وحبيت نصور. كنت صورت لبنتي سرافز هذم وقلت نعتهم لخواتاتي، يعني حانوت هايل فيه حوايج يهبلوا البنات، فيه سرافس يهبلوا شوية غاليين بس كاليتي ملاحة. هذا هو البنات. وكنت راح ننعت لكم شوية من مشترياتي. كنت شريت الطاجين هذا البنات هو والسيبور تاعو. كنت شريت ثاني شوية منظفات راح نشاركها مع خواتاتي. راكم تشوفوا البنات شريت هذا جيل تاع جافيل تاع الباخرة هايل خاصة للأرضيات اللي عندها الأرض تاعها دابغة ولا حاجة مليح لها. وهنا كنت شريت لولادي كل واحد شريت له وحده ونفس لا مارك البنات، شريت لهم جلدوش باش كل واحد يستعمل تاعو ما يظلش يقلقوني كي يتفضل هذا يقول لي فضت. وكنت نجيب لهم كل واحد زي وليت نجيب لهم زي بعضها. كنت شريت لولدي الصغير هذه القرعة تاع ديودورون ثانيتك، وشريت لي انا هذا الجلدوش لي انا. والله يا البنات بطلوا من تحهم وكي جاو تاعينا ريحته مليحه ولو يستعملوا في تاعينا. وهنا نرجع لكم او شريت البنات لقيت الطماطم رخيصه، ماشي رخيصه البنات الكيلو ب6000 يعني ماشي رخيصه نورمالمون وقتها ب3000 ب2000 ب4000 بصح انا لقيتها ب6000. واللي شريت البنات شريت 5 كيلو. قلت نغسلها ونخبيها نديرها للعلا البنات. يعني نفكركم اللي ما زلت ما لمتش العلا تاعها نقولك حبيبتي هذا هو الوقت اشري. تشوفوا في الشتاء تولي لنا الطماطم ب25 ب24 بصح كي ديري هيك العلا تاعك خاصة اللي عندهم الفريقوات يعني اشري كونتيتي تشوفي حتى تكمل لك الشتاء. انا درتها العام اللي فات البنات حتى كملت لي الشتاء وانا نستعمل فيها رغم ان عطيت لبناتي وكله بصح بقات عندي. يعني لقيتها يعني كل حسنة في رمضان. يعني لي صوص طماط للبيتزا يعني الحاجة اللي نحب نجبد منها للشوربة نحب دايما ندير فيها كمية تاع طماطم مكعب كيما هكا راح تعطيها بنة. شوفوا البنات حكمت غسلتها مليح درت معاها قطرة جافيل باش تنحى البكتيريا ذيك. ومن بعد هنا نجي البنات نحي لها هذاك الراس تاعها ونحي كش ما فيها حاجة زايدة يعني يعني تعود مضروبة ولا حاجة نحيها كاملة البنات ونحط البرمة ونحط فيها يعني نحطها كامل في برمة باش من بعد البنات نحطها على النار. نخليها تدي الغلوة برك البنات. شوفي بالطريقة هذه تقعد لك عام كومبلي. أنا ما ندير لها حتى إضافات لا ملح لا زيت
لا ثوم لا حتى حاجة، يعني غير نرحيها بالماء تاعها وشوية الماء اللي غليت فيه، يعني الكمية تاع الماء اللي غليت فيه يعني مع الماء تاعها هي وخلاص. هنا نحي هذيك الزوائد كاملة ونحطها تهز الغلوة برك نشوفها غير بدات القشرة راح تتنحى، ما نحي لها قشرة ما والو البنات. يعني الطريقة تاعي سهلة وراح تقعد ليكم عام كامل وانتوما تاكلوا فيها. وشي هو تحطوها في الكونجيلي. من بعد كي تجبدوا البنات اللي عندها لي قبلي، انا بما انه الفريجيدير تاعي صغير ما نقدرش ندير لي قبلي نمليه باللي قبلي، ما عنديش وين نحط حاجه اخرى، بصح وليت وجد ندير البنات انا ندير في بورتمونجي كبيره. من بعد كي نبدا ناكل فيها نجبد البورتمونجي هذيك ونقسمها على بورتمونجيات صغار، يعني ندي الكميه اللي بغيتها انا. هنا خليتها تتغلى ورجعت للفلفل اللي كنت شريت غير شويه البنات راح نديرو طرشي. الايامات الجايه راح نعت لكم طريقه كيفاه ديروا فلفل بومرذوخ ويقعد لكم مده عام كيما راهو. هنا غسلتو المليح البنات الفلفل وراح نجي نخدمو نحطو في البلارات. كنت غسلت البلارات وجدتهم اللي تحب دير في القراعي تاع ما سعيده ولا فك البيض نتاع ما سعيده ثانيتك راح تجيكم يعني تعود عندها كونتيتي تاع فلفل مليح. احنا يعني نشرو على قدنا برك البنات. انا كيعود عندي دورو زايد هكا كي نخرج كي نقضي صوالحي ويبقى لي نحب نشريهم حوايج كيما هكا نخبيهم. هنا شوفوا البنات كيفاه نحلو نحطو في البلارات نحطهم كامل كيما هكا البنات نحلهم كامل نشققهم بالموس. واللي نشوف يعني الفلفل هذاك مضروب نحيلو الطرف هذاك ونزيد نشقو بالموس ونحط. عندي مكون واحد راح نزيدو للطرشي تاعي هو الملح. انا ما ندير فيه خل البنات، تحبوا تنكهوه انا ساعات نكهو ندير له طرونش تاع قارص ولا سنينات تاع ثوم. هنا نجي نمليه بالماء. هذا هو البنات الطرشي تاعي كيفاه نخدمه ويجيني صالح يهبل. وكيما يقولوا كاينين يدين يصلح فيهم الطرشي وكاينين يدين لا، انا اليد تاعي تصلح البنات. انا يعني نشريه العام كامل نشري يعني من برا هذاك المخللات اللي تباعوا، بصح نحب ندير هيك حاجه في الدار تاعي. نحب يعني ما نشريش نعتمد غير على الشري، يعني كي يعود يعني وقت هكا رخيص ولا حاجه ندير في داري. هنا شوفوا البنات بعد ما رحيت يعني الطماطم تاعي درتها اول حاجه درتها في الاشوار هي ترحت شوي وانا خليتها ومن بعد زدت ضربتها بالماء البراميكسر. ومن بعد جبت لي بورتمونجي تاعي اللي راح هذوما اللي يكونوا قدام شويه اللي ما عادش نستعملهم يعني في حياتي اليوميه نخليهم باش نخبيهم فيهم هكا العوله. جبتهم البنات غسلتهم مليح وهنا حطيت الطماطم تاعي ونخليها تبرد البنات. انا كنت زربت باش نصور لكم يعني ريحتها وهي سخونه، انا نخليها الحق تبرد كامل كي نعود ما نصورش نخليها تبرد ومن بعد نرحيها. غير كي عدت نصور وليت درت لكم الفيديو باش ليه نكمل التصوير تاعي ونكلم الكوزينه تاعي. كما تعرفوا تعودوا تخدموا حاجه تترول لكم الدنيا كامله. هنا هذه الطريقه تاعي البنات كيفاه نخبي الطماطم. كنت زدت لها شوفوا البنات ندير الطماطم ونزيد لها شوي الماء يعني اللي غليتها فيه ونرحيها نحط رحيتها في الاشوار شوي ومن بعد ضربتها بالبراميكسر. وهاي لكم النتيجه. شوفوا جاتني البنات هذوما 5 كيلو الله يبارك جاتني نصيب وراح نزيد ندير 5 اخرين ولا 6 تجيني بزايد يعني نكمل بها العام. وكي تعود الطماطم رخيصه نخلي هذيك مخبيه وانا نروح يعني ناكل من جديده ليا هذه تاع كيما يقولوا تاع العوله ماهيش تاع كل يوم. كي نحب ندير البيتزا ولا ندير حاجه نجبد منها المحاجب صوص طوماط. ثاني كي نحب ندير حاجه بصوص طوماط وتعود ما عنديش كيما يقولوا طماطم كعب في الدار نجبد منها يعني ونشوف البنات ثاني كاين طريقه اخرى نديرها كي نشري لي الزوج الطماطم ونشوف فيها بدات تخسر لي وبدات تفزد نروح حتى هي نديرها نفس الطريقه ونحطها في الكونجيلي قبل ما تخمر لي ونطيشها. يعني لازم نكونوا نحافظوا على دارنا ونحافظوا على اقتصاد تاع الدار بما انه المعيشه غاليه. كل وحده لازم تكون مدبره في دارها تعرف كيف تتصرف. وهذا هو كان يعني روتيني تاع اليوم البسيط من بيتي البسيط. ان شاء الله يعجبكم البنات ان شاء الله نلقى التفاعل فيه وراني ما نفشلش حتى
حتى نلقى المشاهدة كبيرة في القناة. هذا هو البنات الفيديو تاع اليوم، إن شاء الله يعجبكم، واللي ما زلت مشتركتش في القناة نقول لك حبيبتي اشتركي وفعلي الجرس، وما بقى لي غير نقول لكم في أمان الله.